عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيه ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هكذا تتصاغر الذنوب أمام نور التوحيد الله سبحانه وتعالى. عاقبة المذنب من الموحدين الجنة وعدم الخلود في النار، فلا يلقى فيها كما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. من وحد الله واستغفر وتاب وقام بشروط التوحيد أوجب ذلك المغفرة ما سلف من الذنوب كلها ونجا من النار بالكلية. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.